والله سيدي انا تنقول للمغرب هز السلاح ديالك اخويا وهز داك الطيارات اللي عندك وسير ضرب ايران. السلام عليكم. هذا في المروك يعيطوا له دكتور ماشي نسبة للعلم نتاعه ولا التحليلات السياسية نتاعه، دكتور لأنه يلبس القمايج، باسكو يلبس القمايج والكلاسيك، شغل جاي إداري يخدم ببلدية اجون سيكيريتي ولعب هامير. علاك تكتب فيها العياشة وتسربي لهم الخلعة؟ وسنحمل الطائرات وسنمحي إيران من الخريطة وندعم الكيان الصوصي. باه تدعم الكيان ورا الطائرات اللي عندك انت لي زار 25 و 65 اللي راهم عندك في المملكه. لو كان ما كناش ندخلوا لك ليسونس والمازوط من على الحداده ما عندكش باه تمشيهم. تهضر على الطائرات والاسلحه، علاه ما تصارحش العياش؟ علاه ما تقولهمش الطائرات والاسلحه اللي راني نقصدها هي نتوما الجيش الملكي والعياشه العبيد اللي راح تقدموهم كقربان للحرب هذه اللي ما بين الكيان وما بين دولة إيران. هذا هو الدعم الوحيد اللي راح تقدموه الكيان الصوصي. هذا التطبيع وين يوصل؟ العياشي صراحة ديها من عندي، راه مدينك لا كولوني لتل أبيب، راك ماشي تفوت لا كولوني في تل أبيب. ما باقيش بزاف نولي نكتب لك هنا في التعليقات وسير جيب الجماجم ديال خوتك من تل أبيب. خلا دار امك ما عندك زهر العياش، ما خلاوك تصوم، ما خلاوك تعيد، ما خلاوك توقف في عرفة، حرموك من الدنيا ومن الآخرة. ما عشت بكرامة في المملكة نتاعك ما راح تموت بشرف تل أبيب. نورمالمون الصنايبين تانو هاد الحرب هادي كنت قاعد تغض عليها البصر كاع ما تهدر، باسكو الموقف اللي راها فيه الكيان الصهيوني موقف محرج، والكيان هذا انت كنت تدعى بالقوة به، انت كنت تدعى بالقوة بالكيان الصوصي. وسنسترجع الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والصحراء البرتقالية والبنية والعائلة العلوية ودوك نتهور.